السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أعزائي سأقوم بتحضير سباغيتي بالدجاج والفطر والقشدة الطرية. بالنسبة للمكونات أعزائي أحتاج 20 غرام زبدة مذابة، أقوم بإذابتها في كاسرول. أضيف للزبدة بصلة متوسطة الحجم مقطعة قطع مربعة صغيرة. أضيف القليل من الملح، وأضيف القليل من الإبزار أي الفلفل الأسود، وأضيف رأس ملعقة من جوزة الطيب أي الجوزة. أخذ 250 غرام من الدجاج المقطع قطع صغيرة، أضعه في الكسرور، وأضيف 100 غرام من الفطر المقطع قطع صغيرة، وأقوم بالتحريك. أضيف أعزائي كذلك القشدة الطرية، 100 ملل من القشدة الطرية، وأترك الكل حتى ينضج ويصبح الخليط جاهز. أقوم بالتحريك لكي لا يحترق، وأتركه حتى يصبح هكذا، يصبح متماسك مثل هذا. أعزائي أخذ أعزائي السباغيتي التي قمت بسلقها في الماء المغلي والقليل من الملح، وأضع فوق سباغيتي الخليط. وأعزائي أضيف جبن الموتزاريلا. بالنسبة للجبن فهو اختياري حسب الذوق. هذا هو طبق اليوم. أتمنى أعزائي أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا عمل جيم للتشجيع. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.